الناس كلها عايزة تذاكر بس مفيش دماغ. كل واحد فينا بيمر بلحظة كده يبقى عايز يذاكر ويحاول يلم نفسه ويقول يلا نبدأ، بس تلاقيه قاعد مش قادر يفتح الكتاب. الدماغ مش مستجيبة والنفس مش قابلة وكل حاجة بتشدك بعيد. ليه كده؟ وازاي تخلي المذاكرة أسهل حتى لو دماغك مش مساعداك؟ تعالى نبدأ واحدة واحدة علشان نحل المشكلة دي من جذورها. أول حاجة افهم دماغك قبل ما تشتغل عليها. دماغك مش عدوك، بس هي مش فاهمة دايما ان المذاكرة دي حاجة حلوة ليك. هي شايفة ان المذاكرة بتساوي تعب زائد ملل زائد توتر، فأول ما تقول هبدأ تلاقيها بتشتت بنفسها بأي حاجة حتى لو فتحت كنز صغيرة. مثال، لو قلتلك تعالى نلعب بلاي ستيشن هتقوم جري ولا ايه؟ اكيد هتقوم علشان دماغك فاكرة ان ده ممتع. لكن لما تقول هفتح الكتاب دماغك بتفتكر احساس الضغط والليلة اللي ما نمتهاش. الحل ان انت تبدأ تغيير نظرة دماغك للمذاكرة. اعملها في بيئة مريحة بشاي طعمه حلو وموسيقى هادية، خليها تجربة مش كئيبة. تاني حاجة، الزن على الودان بيشتغل. المعلومة مش بتدخل من أول مرة، لازم تتكرر. مثال، فاكر أول مرة لعبت فيه بلاي ستيشن؟ كنت مش فاهم أي حاجة، لكن مع التكرار دماغك بدأت تحفظ وتربط. في المذاكرة اقرأ الموضوع كذا مرة حتى لو مش مركز قوي أول مرة، كل مرة دماغك هتلقط أكتر. نصيحة، قسم الحاجة الكبيرة لأجزاء صغيرة وراجع كل شوية، مش لازم تقرأ كل حاجة مرة واحدة. تالت حاجة، ابدأ من أي حتة بس ابدأ. أكبر مشكلة في المذاكرة مش صعوبة، دي البداية. مثال، عارف لما تبقى نايم ومش قادر تقوم بس أول ما تقوم كل حاجة بتمشي؟ نفس النظام. الحل، تبدأ بحاجة بسيطة جدا، سطر واحد، سؤال واحد، فيديو واحد لو انت بتذاكر من على النت، أي حاجة. المهم تبدأ وبعدها هتلاقي نفسك مشيت لوحدك. رابع حاجة، امشي بنظام يناسبك. في ناس بتحب تذاكر الصبح وناس بعد الظهر وناس بتنور بعد 12 بالليل. انت مين؟ اعرف نظامك واشتغل عليه. مثال، لو بتفتح دماغك بعد المغرب ليه تحاول تذاكر الصبح وتفشل وتكره نفسك في المذاكرة؟ مش شرط تمشي بنظام غيرك، المهم تمشي بنظام يناسبك. خامس حاجة، غير مكانك تشتغل اكتر. المكان بيأثر على المود. مثال، لما تقعد على سريرك دماغك بتفهم ان وقت النوم، لكن لو قعدت على مكتب مرتب دماغك هتفهم انك بتشتغل. جرب تغير مكان المذاكرة كل شوية، عادتك في كافيه، جنب الشباك، في المكتبة، اي مكان مش مربوط بالكآبة. سادس حاجة، سيب دماغك تهوي. ما ينفعش تذاكر طول الوقت، دماغك مش ماشيين. مثال، لو فضلت تاكل طول اليوم هتتعب. نفس الشيء لو فضلت تذاكر من غير فاصل دماغك هتقفل. الحل، اشتغل 25 دقيقة وارتاح 5 دقايق، او استخدم طريقة البرومودورو اللي احنا قلنا عليها قبل كده. ادي لدماغك شوية راحة. حاجة، خليك صادق مع نفسك، ما تقولش هقعد 8 ساعات النهاردة وانت بالعافية بتقعد نص ساعة، ده بيحبط احباط. تعمل حاجة، راقب تقدمك واكتب كل خطوة. كل ما تذاكر حاجة علم عليها او اكتب في ورقة انا خلصت كذا، ده بيخلي دماغك تحس بالانجاز وتتشجع وتكمل. تاسع حاجة، ما تسيبش يومك يسرقك. ابدأ بدري ولو ربع ساعة، ما تستناش لما اليوم يضيع وتندم. ربع ساعة في أول اليوم تفرق في النفسية والطاقة. عاشر حاجة، سامح نفسك وكمل. لو كسلت يوم ما تلومش نفسك زيادة، المهم تكمل. المذاكرة ماراثون مش سباق 100 متر، كل يوم جديد بيساوي فرصة جديدة. المذاكرة مش حرب، المذاكرة استمتاع.